اسمع صوت. يلا علي. صوت فخار. وين الصوت؟ انا فخار صوت. يقول يا الله ماكو شيء. ذيك شو اسمه؟ الهواء مو هناك يجوز هواء وشي لان ذاك جبل. لا صخري. اكو صوت والله. يابا ماكو شيء، امشي. شباب الله يستر. الله يستر شباب. معاون ماكو شيء. اسمع صوت؟ اسمع صوت. لا والله شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. رجعت لكم بث تخييم اني وسيد علي رايحين نخيم. بس اريد اراويكم شيء شباب، بس باعوا لي المنظر الحلو، الطبيعه الحلوه. ها شباب احنا جايين متاخرين اوكي، فهاي المنطقه خطره يعني بالليل. هاي تعرفون هنا غابات واحنا على حدود تشيك، فهنا كلها حيوانات مفترسه وبالك عنه، بس يعني ان شاء الله ما يطلع لنا شيء. راح نعبر لازم هذا الجبل اذا تشوفون من هنا، لازم نصعد ونطب بعمق الغابه هاي. فالوضع والله شباب خطر. واجا الليل وسيد علي خايف شويه. لا تخاف. لا ما خايف شباب. لا شو احنا لا والله. لا فان شاء الله راح يصير فلوق حلو، وباعتبار انا جديد بالفلوقات اعطونا نصايح كما اسوي لايك. شباب اجى الليل ولازم نطب هسه للغابه، اقسم بالله المنظر منظر مرعب. شوف هذا الشارع كله مسدود فتنه دي، ما نعرف عبرنا من المحطه من هنا. وهاي راح يجي الليل شباب، الله يستر. يلا نقول يا الله. يلا علي صعد. الله يستر. اصعد حوقع شباب. اكو شي يتحرك هنا والله، حيوان ما ادري، يطلع لنا خنزير تخيل. ها سكينه يمي، المشكله سكينه بالجنطه. يلا اصعد منا. الله طيني التليفون ولا هاي اوقف. تدري اذا واحد يوقع منا انا شو يصير بيه؟ يودع الملاعب. طيني تليفونك. اسمعوا هذا المكان ايش قد حلو. فرطت شايل جنطه 25 كيلو، جاي تتخيلون؟ سيد علي باع الشايل الزلم شيلوك الزلم. اوه لازم نفوت منه. وهاي شلون ضيقه باوع، هاي ضيقه والله شباب. ها راح ندبرها بعض الماء. تطلع لنا هسه حيايه، تطلع لنا بلاوي. ها اوه صعدنا بس باعوا جوه هنا. هاي المحطه مال قطار، دير بالك ترى هاي الحافه كلش خطره. شوفوا شباب وين يعني اقل غلطه نوقع. والله اقل غلطه نوقع ندي. اقل غلطه شباب القاع مبلل ابو المي. واحد هاي جا شوف مزلق والله. طلع البنو. دير بالك توقع شباب. احنا هسه بمنطقه كلش خطره. صدق خطر والله. هاي الوقعه موت. دير بالك حيطانك تاكد مسدود كل شيء مسدود شباب. بين الحياه والموز. وهاي الشجره شلون واقعه. لا يا الله. تخيل هاي لو توقع على احد كتله ايه تنهي والله. باعوها. شوف الصورة هناك فوق، والله هاي توقع على احد الكتله. هاي هيك عشوائي يوقع عن الشجر عليك تدري؟ يعني ممكن هاي توقع، ممكن هاي عشوائي. تقول يا الله تفول علينا. قول يا الله وطف. لا من يصير هوا علي. وقف قيطاني مسدود. مو يصير هوا. شباب باعوا مو يصير هوا. الاشجار توقع هنا، العواصف كلش عاليه، خصوصا احنا هسه جاي نصعد على جبل. صعود مستمر. اذا تشوفون المدينه جوه صارت، ما اعرف اذا تبين او لا، ما تبين، بس ان شاء الله جزء منها يبين اذا هذيك مباني بيضاء او شيء. فتصير حوادث لا قدر الله من وراء العواصف هنا. شباب ما بقى شيء، رحنا اسمع صوت. يلا علي. صوت فخار. وين الصوت؟ انا فخار صوت. تقول يا الله ماكو شيء. ذيك شو اسمه؟ الهواء مو هناك يجوز هواء وشي لان ذاك جبل. لا صخري. اكو صوت والله. يابا ماكو شيء. امشي
شباب الله يستر. تتجوز؟ الله يستر شباب. يا معاون ما قلت شيء. هاي صخرة ثانية بس شوفها وين واقعة علي. واقعة من العرق يعني مو مكسورة. الرياح الجذر شالته. تخيلوا. تقريبا نقدر نقول الاشجار هي شباب الاشجار اخطر مكان بالغابة خصوصا غابات اوروبا هي الاشجار لانه عالية طوعني. ارفع ارفع. وهنا عواصف. شوف هذا العش طبعا هاي طولها يطلع 30 متر علي 30 40 متر عارف عاليات. شوفها شوفها. يبغى قد عليه خرابي. هذا شنو هذا العش؟ اسمع الصوت اسمع الصوت. هذا شنو؟ هجم علي. ناصب عليه انت. باع فقار وشكتي شاقه. فقار مو بنص الغابه رحمه الوالدين. تعب بالك حيوان مو هاي؟ ايه اسمع بس اكو صوت من هنا. اي بس صدق صوت منها والله شباب اكو صوت. وقفت. شباب بعد ساعة طبعا هذا الطريق اجل ما بقى شيء. لقينا هنا رماد شاعلين نار هنا يعني احتمال اكو ناس كانوا هنا. صورني وانا محترف. ايه لا المصيبة شنو شباب هاي المنطقة صار عتشيك فمن هنا يفوتون شنو؟ يفوتون من هذا الطريق علي. التهريب الممنوعات تفوت من هذا الطريق شباب يعني فخطر. اي يعني هسه انا شايل سكينه وسيد علي شايل سكينه في حاله لا قدر الله ان شاء الله ماكو شيء شباب بس يعني لانه الطريق كلش خطير فاهمين علي؟ والله شو هنا اكو ضوء. ها مو احنا على جبل. احنا صعدنا مع البخار الاكسجين قل. اي والله قام يطلع بخار من عندنا. والله بابا انت كأنك تدخن. شنو هذا؟ شنو؟ اي والله شيء هناك جاي يتحرك. ثعلب. ثعلب؟ اي ثعلب. ارفع امشي كمل. لحقه؟ دمشي يا عارف. قلنا الحق تعال. ثعلب تخاف من البشر شباب يعني ما تخوف. مو شرط تعض. لا ما تهجم. والله خاف. شباب اخيرا وصلنا المكان بيه بشر يعني زارعين بيه بشر يعني اكو امل نشوف ناس لانه جاي نمشي ما جاي نلقى ناس اقسم بالله. هاي مزرعه شباب هنا اكو مزرعه يعني اكو بشر هنا. بهالقمر ايش قد حلو. اقول لك الخيمه هنا. ها؟ الخيمه هنا؟ لا ما نقدر. ليش؟ المكان مو حلو. لا وبعدين هاي ملكيه خاصه. ايش قد باقي على الطريق؟ بعد ساعتين او ثلاثه يعني راح نمشي بالليل شغل اللايت. هم زين جايبين هذا اللايت ويانا. لايت مال الطوارئ. والله شباب اللايت مال الطوارئ راح ينجينا. بس بعد الطريق ايش قد حلو. هاي من هنا هذا الطريق مخصص للاحصنه والسيارات والماطورات يعني بس بالغالب تفوت من هنا احصنه. شوفوا جمال الطريق من هنا اذا تشوفون. طبعا بعد مشينا هاي منطقه معزوله. هاي مدينه معزوله يعني معزوله عن باقي المدن فيستخدمون الظاهر بس الاحصنه والسيارات يعني نقل الزراعه مالتهم لان هاي مزارع عندهم هنا اذا تشوفون هاي المزارع. فهاي المدينه منعزله عن الناس منعزله عن الكون كله. احسن شيء. فالطريق الوحيد اللي يفوت عليها هذا الطريق اللي جينا منه. طبعا الطريق اذا شفتوه بدايته كلش ضيق. طريق جدا صعب شباب. اي والله. راح نشوف الناس اذا اكو ناس طبعا جوز نايمين هسه لان هم فلاحين. الفلاحين ما اعتقد يبقون هيك وقت ينامون من وقت. ينامون بالسبعة يمكن. احنا وحدنا نسيد عليه حاليا صار لنا 3 ساعات او 4 نمشي ماكو اي مخلوق قابلنا. فهذا هاي المدينه مدينه اشباح معزوله. شوف البيوت شباب. حتى بالماب باع البيوت فارغه ماكو لا حس ولا نفس. والله العظيم ترى والله مدينه تخوف. زارعين ومعزوله يعني ماكو شارع ماكو باص ماكو اي شيء. زارعين ما أعرف. مبين المحصول. لا هذا مبين. شنو هذا شنو هذا؟ ما اعرف. وات؟ اسود ابيض واسود. شنو باذنجان. حتى المحصول مالتهم يخوف. امشي. تطلع مدينه مال زومبي. الله يعين شباب الله يعين. جاي تشوفون هذا طريق عادي مبلط ونظيف وهذا منه طريق شنو؟ لا مبلط ولا شيء. اكو موضوع
شويه ما خطر على بالي. اذا تشوفون هذا الشارع نظيف ومع العلم مرتبط. شوفوا شوف هسه هذا تراب، هاي إيه. كله تراب. هذا تراب وهذا عادي. شوف هاي وسخت رجلي بالتراب، بس من ندوس هنا ما يتوسخ الشارع، ما يتوسخ. ما يتوسخ الشارع، باهو نظيف. احنا عندنا بالعراق لما شارع طيني مرتبط بشارع يعني مزفت مو صح؟ اي الشارع يعني المزفت ينترس طين ووسخ، لان مربوط بشارع شنو؟ طين. طين. هنا التراب مالتهم ما يتفاعل، يعني احس انه باهو الشارع نظيف 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 نظيف. هل معقولة انه احنا عايشين بعالم موازي؟ احتمال احنا عايشين شباب بعالم موازي، ما نعرف والله العظيم ليش شوارعهم نظيفه هيجي، مع العلم مرتبطه بطريق طين وما بالطين شارعهم. بدي اراويكم شيء كلش حلو. تشوفون ذاك البياض اذا يطلع بالكاميرا ما اعرف، هذاك جبل وجوال غيم، يعني احنا صايرين ويا مستوى الغيم حاليا، احنا ويا مستوى الغيم وهذاك الجبل قدامنا. مو طبيعي. نروح له؟ لا لا. شوف هنا الحيوانات. هذا حيوان اللامه، تعرفوها اللامه هاي تتفل. هاي نجيبها هسه تتفل علينا. بس اكو شغله فقار كلها بصفحه، وهاي البزونه بصفحه. قاعده مرتاح. البزونه تفرد قبل ويسرى. يلا مشينا. راح نوصل شباب ان شاء الله نوصل منطقه التخييم. ما اعرف اذا منطقه التخييم هنا ان شاء الله. عافيه. منطقه التخييم هنا. زين. ثواني. منطقة التخييم هنا يعني المفروض يعني كلينزدورف. ما عندي انترنت. ماكو انترنت. ماكو انترنت. شلون راح احنا هنا صح؟ يعني هاي منطقة التخييم 14. وين صايرة هاي 14 ضايعنا شباب. لازم نكمل الباب شتاردورف. هناك اكو منطقة تخييم. ايش قد تبعد؟ شباب لازلنا نمشي، طبعا الجو صار بارد، بديت الغيوم تنزل علينا، تيجي علينا الغيوم من هنا. شايفين؟ زين. شباب بالليل والله بعد القمر، صار القمر ايش قد حلو. الاجواء حلوه يعني سكينه. الشارع فارغ، تشوفون؟ شارع فارغ خليه وجهك ينتص. يصير تغير والله هيجي زين. لا طبعا ظلمة شباب ما مبين شي، وهذا اللايت ماشيين على ضوء القمر، وهذا اللايت. فهمنا. بعد ما ضعنا وبقينا ندور ما لقينا مكان، قررنا نخيم باي مكان. اذا تشوفون غابه ظلمه ماكو شيء. هندس. وهاي جاي شوي. ويلي على اللحم، احتلنا الجوع، فقررنا نخترع اكله. لان احنا جاي نخيم، فالتخييم هو سرفايفل شباب. همبرجر بالبصل والليه مال طلي وما اعرف شنو. ما عليك كل شيء يمشي. المهم شباب اكل في الوكل. طبعا سوينا فحم هنا حتى نطرد الحشرات. انا الفحم. انا هنا اقطع بصل وطماطه عشان ما نحكي لكم الجو بارد. لا ما يحتاج، انت من تحكي تبخر. تشوفون؟ صاعدين فوق الجبل. اي والله. طريقة تحضير الخبز في الغابة. شوف البخار. باعوا شوف الأكلة شلونها تخبل. أكلة محترفين. اسأل شلون نسوي. لا تحرق الخبزة، لا تحرقها. خبز على الفحم. فنان لو مو فنان؟ لا عمي فنان. لا والله. لا والله. بس هذا الخبز يعطش. ايش راح نسوي؟ عادي اخوي، اشرب شاي. والله. شباب وهسه اول لقمه من طبخي في البريه. طبخنا لك. طبخنا ايه ما شيء يعني. انا قطعت البصل. اقسم بالله الطعم يحبط. مال البصل مو اللي قطعته انا. جيب اوه
فوق وادعي لي. عليك الله شلونه؟ ها شلونه؟ طعم خشب. طيب. لا والله لا 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 والله طيب. طيب؟ والله العظيم كلش طيب. هذا شكاني؟ طعم فحم. ها باعوا شباب جماعة اليوتيوب هذول جماعة التيك توك أول بأول يقولوا لي فقار نريد نشوفك على عد احنا أول بأول نفس جماعة التيك توك. اسمي فقار النوري على التيك توك. شوفوا كل أحداثي أول بأول. هاي القعدة الزينة شباب بس ما مبينين والله شباب. ظلمة والنار الزينة قاعدة فول. والله قاعدة صور فول. الخيمة. الخيمة ها صدق شباب ما صورت لكم الخيمة. أصور لكم إياها من جوا. هاي الخيمة والله كبيرة. شوفوها كبيرة كلش. والله كلش كبيرة. وهذا شكل الخيمة من جوا. تعبنا والله راح ننام. شوفوا حتى الخيمة هوسة والله بعد لأن كنا على السريع وراح ننام. هاي مالتي شوفوا الكيس مال النوم. كيس مال النوم مال سيد علي. طبعا المي هاي من البرد صار تشوفون هاي من البرد والله. مو بس برد اكو غيمة. اي غيمة اي احنا مو صايرين على جبال ف جت غيمة طبت علي انا هيجي. اي صار الرطوبة هنا. صارت رطوبة كلها برد. اي والله شباب. شو نقول لكم تصبحون على خير. طفي لك. جا الصبح لا تشوفون خيمتنا. هاي الشمس هنا طلعت الشميسة. هاي الخيمة راح اسوي هسه شاي. طلعت العدة راح نباشر نسوي شاي. علي نايم جوا شوفوه نايم. هسه الساعة اذا تسمعون 7:05. لازم نكمل رحلتنا نروح الاماكن التخييم لان هسه ما واصلين الاماكن التخييم بعد كل هذا الطريق والجهد ما واصلين لاماكن التخييم. اذا تشوفون هناك الضباب لان احنا على جبل تقريبا. تدرون هذا الطباخ انقاذ يعني شوفوه ايش قدوته. هذا طبعا يتطبق يصير هالقد بعد يصير يعني هيك. هذا هو الطباخ. تجي اربطه هيك. شوفوا رايكم طريقة الربط هيك بيد وحده ما مسيطر ينفتح هيك. هذا يقعد هنا وخلاص نكون خلصانين. ونجيب القوري ما ادري الكيتلي مال مي شو تصيحوا ما اعرف. ناس تصيح له كيتلي ناس تصيح له قوري. عندي هذا مي هنا هم زين وعندي هنا همين باقي شويه مي. فاحنا هسه عدته وشاله لازم نروح للنهار نجيب مي نلقى مكان التخييم لان هنا اماكن بالمانيا اماكن مخصصه للتخييم لازم نروح لها. ف ما اعرف والله. شوفوا شكلي شلون تعبان. والله شباب تعبانين من البارحه. يعني هسه نمنا جزء 3 ساعات او 4 تقريبا 4 ساعات او 5 نمنا. بالسبعه هسه يعني 3 ساعات 4 ساعات نمنا يعني زين. ال4 ساعات معقوله. برجر اكو نقطة مهمة بالتخييم اللي هو هذا جاي تشوفونه اسمه السولار بانل اللي هو شمسي. شوفوا جاي يشحن. هذا عنده جاي يشحن هنا. هذا ما اعرف اذا يبين جاي يشحن. عندي هذا واحد وعندي هذا الجلوب مال الخيمة. شوفوا الجلوب مال الخيمة هذا بيه همينه سولار بانل. احطه هيجي حتى يشحن هيجي احطه. شوفوا بهاي الطريقة لاتجاه الشمس من هنا ما اعرف اذا تشوفوها. وعندي هذا الثالث الاخير همينه احطه هيجي. بس اهم شيء لازم هذا الفي غلط. هذا الفي اللي عليه غلط. لازم ما عليه ولا قطرة في. فلازم اصعده فوق حتى يشحن براحته. وهذا علي قاعد من النوم تريقنا. صباح الخير. جاي يجهز الحربة. اهم شيء الحربة. اهم شيء. ترى انت غلط جاي تشتها الحربة. لا ما عليك. هسه نضبطها. احلى علي. شباب هسه راح نطير الدرون. تصدق الدرون بيه 2 شحن بس؟ لا والله خاف يوقع.
لا مو 2%. يعني تقريبا 50% شحن. اي والله. هسه ربطنا الدرون، الخطوة اللي بعدها ها هي. اعتقد اشتغل الدرون هذا. هسه نسجل بالدرون باوا. هسه الشمرة هيجي شو هاي انت. وات شو هاي كاميرا الدرون. ايه رهيبة. يلا نقول يا الله. ايش قد شحن بي؟ طبعا عندنا لازم نروح للمكان التخييم الثاني اللي هو مكان التخييم الرئيسي. فمتحمس اشوف مكان التخييم الرئيسي. اكو ناس لا، لان البارحه خيمنا وحدنا بنص الليل. اكو سياره جبتي البارحه خيمنا وحدنا، وكان يعني جبل اذا تشوفون على جبل هنا. هاي كله من وادي، هاي كلها مرتفع، هاي كل المسافه لازم نرجع لها. بعد الطريق جيت حلو، بس شوف الطريق. سيد علي شلون المعنويات؟ والله شباب المعنويات كلش عالية. البارحة اكلنا خرا تعب، بس اليوم تعب. اليوم المعنويات عالية. لا اليوم تعب. هذاك شوف ذاك الجبل ايش قد حلو صاير صخرة هاي. يا شوفوها شباب، هذيك صخرة. طبعا احنا على مرتفع كلش عالي بالمناسبة. اي والله ما نروح هناك تدري يحطون قلاع فوق. قلاع. شنو قلعة؟ قلعة يحطون. قلعة ما شنو؟ قلعة شباب. شوف الجمال هذا النهر شباب. احنا راح نخيم على هذا النهر ترى، على هذا النهر شباب. تخيلوا هاي الصخرة توقع على واحد، يا الله شو تسوي بيه؟ باو صخور هواي هنا، بس اعتقد اني متصلت ويا الجبل من جوا،
يعني مو طالعات برا وطايفات، لا ذني يعني هي صخرة واحدة عملاقة جوا الغابة وطالعة نتوءاتها. شباب بعدنا جاي نصعد، عندنا صعود حتى نوصل للموقع التخييم. متت شباب والله العظيم راح كل حيلي. قلوت بس مي، اخر مي والله اخر مي. بس شباب باعوا هذا المنظر الحلو، باع الورد. طبعا لازلنا بصعود راح نتحرك منا ونصعد، يعني راح نبقى نستمر بالصعود. بس عجبني هذا الجبل كلش حلو، جبل صخري وصاير يعني شكله كلش حلو. حاليا بعد 16 دقيقة يلا نوصل للبكان التخييم، نطلع كله هيك قبل ونوصل للبكان التخييم. وصلنا واخيرا للمخيم. سيد علي جاي يطبخ. طبعا تعبانين والله الشباب، صعود صعود صعود. وانا جاي اسوي هاي شو يسمونها لها؟ سباكيتي. وهاي اجواء الطبيعة شباب. الطماطم مردت بالجنطة. تشوفون والله اجواء حلوة. هاي خيمتنا هنا حطيناها، بعدنا ما نكملها، نحط عليها المشمع. بس البكان حلو يعني بصورة عامة، البكان حلو بس كتمة، يعني احنا عبالنا نهر اكو قريب او شي، بس ماكو نهر قريب. هاي شريت ملابسي هنا لان عرقان، وهاي نكمل الاكل. شفتوا دودة تمشي على سيد علي. وانا نسوي الصلصة مال السباكيتي. هذا السباكيتي نبدأ نحط بصل، النوبة طماطة، وراها مرتديلا. طبعا تقولون ليش ما جبتوا لحم عادي؟ شباب صار لنا يومين لو لحم عادي نجيبه ويانا يعفن ما يبقى، يعني يصير بريحة، خصوصا هسه الصيف الجو حار. البارحة كنا بمنطقة جبلية على الحدود باردة، يعني درجات الحرارة وصلت 5 10 يجوز حتى سالب. بس الحمد لله انه رجعنا هاي المناطق شوية ادفى. يعني نحط الفلفل الاسود، جاي ينزل. لا بدا ينزل صدق والله والله. باوع وين الثرى. السنة لا هاي حركة ترى انا اسويها. ايه صح، حتى تعرف ايش قد الكمية. ايه صح صح صحيح شوف ها. صحيح محتر. شوف شباب حتى نعرف الكمية ايش قد نريد ونحطها. ايه هذا احتراف بالشغل. عرفك. تعال تقرب راويهم الصلصة شلون صارت. ما بيك حيل. تعال قد الصفي. زين؟ لا تمام. شلون هي؟ عسل. عسل لو مو عسل؟ عسل. دوبها بعد. اطبقها حتى تذوب. هي اذا تطبق تذوب 100%. ايه. اطبقها شوي. وراها نحط الكاتشب والصلصة وشوية مي نحط وياها. ما عندنا معجون. هاي كاتشب حلو. طيب طعمه معجون تدري؟ والله والله. يا حط. هاي اهم شي هاي. تحب الشطة. الشطة؟ ايه. كلش طيبة هاي. اعطيني السكينة. حتى هاي معشوقة سيد علي السكينة. 24 ساعة وياها يطبخ وياها. انا ما شفتني. غير مسدودة افتحها. وهذا كاتشب سيد علي، بس ما حطيت كاتشب هواي. حط بعد الشطة. شراها. ها؟ ما حطيت شطة. حلو والله حطيت. حط انت بعدين. جيب هسه المرتديلا. هسه؟ اي جيب شوية مي. دب المرتديلا. روع بالكاميرا علي. يلا هاي المرتديلا
تقريبا بدأت تصير أكلة غريبة. وهاي المعكرونة بالشكل الأخير. خلنا نصب. بسم الله. صورته هواي والله خير وبركة. احنا لو خليها بماعونين مو 3 لطمة صح لو لا؟ شو تقول سيد علي؟ هاي الشاي، حطينا الشاي، ننتظر الشاي على ما ناكل. يا الله يلا سيد علي. شلون هي؟ أكلة أصيلة ولا مو أصيلة؟ شوف شباب حطينا كاتشب حار وحنجربها. حار نار. عشت ايدك، هو الصحيح. تمام. سيد علي شنو رأيك بالطلعة من البارحة واليوم وضعنا وتبهذلنا؟ والله طلعة تعلمنا بيها هواي شغلات. أول شغلة لا تسأل أحد. اي والله صحيح. تريد تروح مكان روح بنفسك. أكبر غلط شباب مفيش طلعات تسأل أحد، لأن الناس بالطلعات ما تخييم ما يفتهمون شيء، ما حد يفتهم شيء وما حد يفتهمك شو تريد. فاحنا من ورا واحد سألناه تورطنا ورطة عمرنا والله. لا هم يفتهمون بس يتقصدون. أقول يتقصدك ولا؟ يعني سألنا أبو باص ها، واحنا اتفقنا انه في حالة سألناه نصعد، يعني ما نخليه يقنعنا انه ما نصعد وياه. تذكر؟ عاد سألناه بس احنا يعني متأكدين بالجوجل احنا رايحين للمكان الصحيح. المهم قلنا له اريد اروح كذا مكان، هو ابو الباص قال لا غلطانين، مو منا تفوتون، مو بهذا الباص. وجاي نصعد وقنعنا احنا غلطانين وهذا الباص الغلط. ليش؟ لان هو كان اخر باص بالمدينه، فهذا يرجع يمند يرتاح بعد خلاص. شافنا بس احنا الوحيدين. شافنا بس احنا الوحيدين بالمحطه حتى ما ياخذنا المكان نريده. قال خل اطردهم. اي ضحك علينا وقال لا انه هذا الباص ما يفوت من كذا مكان اللي احنا رايحينه. وبسبب هذا دخلنا بغابه ما مؤهله انه للتخييم. الاشجار كانت واقعه ومنهاره مثل ما شفتوا ببدايه الفيديو. مشينا 30 دقيقه داخل هاي التله والله شباب اللي يوقع يموت اقسم بالله من ورا هذا. وعبرنا محطه مال القطار بصوره غير شرعيه. بس استفادينا هواي شغلات بهاي الطلعه الشباب، يعني شغلات تغيرك انت كانسان، تسويك احسن. يعني مو 100% تغيرك اكيد لا، بس يعني تغير بشغلات بشخصيتك، تستكشف. حب الاستكشاف، الدافع الاكبر. عفوا وتعرف نفسك. تخليك تعرف نفسك اكثر. اتمنى استمتعتوا انا بالمقطع. انا اخوكم فقار النوري، احبكم. وذاك سيد علي ذاك تشوفونه هنا هنا المهم هنا ذاك هو. فتعبنا الشباب، بوساتي تقديرا لجهودنا. سووا لايك بكيفكم لا تسوون. باي شباب.